شنو المعنى ديال هذا الكليب اللي حط توصفلو خصوصا هذا الرايه في القرن 17 من بعد طرد الموريكسيين من الاندلس واستقروا في سلا واسسوا واحد الكيان شبه مستقل سموه جمهوريه سلا اولا بما سموه الاوروبيين بايرت ريبابليك اوف سالي، حيت هاد الرايه ما كانش رايه وطنيه لانه ذاك الوقت مازال ما كاينش دستور ومازال ما كاينش رايه واحده اللي كتحدد الشعب. اللي كان تحدد الشخص المغربي هذاك الوقت هو الدين ولا القبيله ولا الولاء ديالو، وسطروا لي على هاد الاخرى لاننا كنا تابعين للدوله السعديه وهاد الرايه كانت غير كيان مؤقت واللي فاش كانوا كيشوفوهم الاوروبيين كيطيحوا لهم ثلاث الحوايج في دماغهم: اسرى والجزيه والعبوديه. وهذا الوحش اللي تحت السفينه يقدر يرمز للغضب المكبوت ديال المواطن اللي ما جيش حتى واحد قلعته غير القضيه من اللي فاضت. وهاد العينين زعما اللي كيخرجوا من الوحش وكيتحركوا بوحدهم هما حنا اللي كنشوفوا بلا حركه. وهنا هاد الشخص اللي واقف فوق من الطوموبيل حاصل بدون مساعده جات لحظه ادراك واستوعب الواقع وتحول لهاد الوحش، وهذا الشيء غير كيزيد ياكد ان هذاك الوحش اللي تحت من السفينه بغى يرمز به المواطن. وهاد السياره والتران اللي ورا هاد القارب هما غير وهم التقدم، وهاد الفيضان هو الواقع. يعني ملي جا الفيضان اللي هو الواقع حبسنا التقدم اللي هو وهم. زعما كنا كنظنوا راسنا متقدمين حتى جا الفيضان وعرّينا على الواقع ديالنا. واخا هما غير كواليس طبيعيه ورا اليابان وكيعرقلوها. لازت فيه شويه اليابان كوكب اخر نعطيو مثال وصف اليوم. ومن بعد ما شفنا هادشي كامل في الفيديو العينين كيمشيو لهذيك فارماسي اللي ماشي فارماسي اللي هي كمصطلح ما كاين لا في الفرنسي لا في الانجلي. فارما يقدر يكون كيرمز بها الدواء ولا الحبوب ولا الاقراص وداك الشيء، والسيبل هو التارجت او الهدف، يعني السيبل اللي عاد الدواء يكالميك في الاخر ملي تشوف التسويق. خليو لي رايكم كي جاكم التحليل الا زقل شي حاجه وضربوا هذيك فولو باش يوصلك الفيديو الجاي.